الفنان أولى القسطى، أهلا وسهلا فيك بتايم ترافل. أهلا فيك. أستاذ أولى، بدنا نبلش بالبدايات. حضرتك مواليد زحلة 1966 مهم. ب3 كانون الأول. نعم. كيف كانت طفولتك بزحلة؟ طفولتي بتجنن. زحلي من أنا وصغير بحبها، من أول ما خلقنا وقتها بالكشافة وبالجوقة، وكنت كمان مشترك بكتير جمعيات وقت تكون الهلب لبنان للمعاقين وكذا، يعني كنت على مستوى اجتماعي كتير فاعل من أنا وصغير بزحلي يعني. بدنا نحكي شوية تفاصيل. يعني ولدت بزحلة حضرتك، بلشت بعمر 4-5 سنين. امتى بلشت تعرف إنه عندك صوت حلو؟ أول شي لخبرك، بما أنك ذكرت تفاصيل أيمتى وكيف والسنة وفضايحك يعني اللي بلشت فيه. أنا خلقت ب3 كانون الأول. 3 كانون الأول هو عيد البربارة. مش فكروا شو بده يسموا الصبي شو نسميه، بربر؟ لا مش مزبوط كذا. المهم طلعوا شافوا إنه أقرب عيد عيد الميلاد. نقولة أوكي. عيد مار نقولة ب6 كانون الأول بعد 3 أيام من وقتها. جيت وحامل اسمي معي نقولة، لأنه كتار ناس بيقولوا لي نقولة من عنا من الطائفة يعني أساس أرثوذكس. أنا كاثوليك. كاثوليك مزبوط. لأنه أنا قدرت مرة الأولى كمان، لأنه بابا نويل هو بعد أولى، مشان هيك أنا قدرت هذا الشيء. صحيح. بأي عمرك بلشت تحس إنه عندك صوت حلو؟ كيف نميت هالموهبة؟ أه من الكشافة، نحن وبالكشاف بتعرف بالفودوكان. الكشافة بنعمل في هودوكان، وقبل كمان نعمل تروب نمشي نحن بين الأحياء بزحلة. أنا غني يلحقوني، بس تيجي حارتنا ويلحقوني بقى. هونيك بلش في صوت، وبين أكتر وأكتر على عمر ال9 سنين بالأول إرباني تبعي بالبربارة. كنت بمدرسة البربارة أنا. قلت وقتها رفعت عيني وكانت هون الصاعقة إذا بدك. ما صدقوا شو عم يسمعوا العالم، يعني إنه 9 سنين بصوت زلمة وبحجم صوت، يعني صوتي أكبر من عمري ومن حجمي. من هون بلشت الأمور تتسلط على هالموهبة المش عادية بزحلي. والأهل شو كان دورهم الأهل؟ شجعوك تفوت بالفن ولا كيف؟ شجعوا، مع تمني إنه ما نتكل على الفن وما بيطعمي خبز. بتعرف كيف كانت تكون. لأجل هيك يعني حتى مع خالي الله يطول بعمره، خالي ديب، وصلت وقت عملت المتلام وبالصفوف المتقدمة بالدراستي إنه بدك تعمل موسيقى. أكيد عمول يعني منهم بيي وأخوتي وأمي بس بدها تكون على مستوى العصر، يعني بدك تدرسها، بدك تتخصص فيها، وهذا اللي صار. كيف؟ أستاذ الأولى، بدي سمعك حدا باعت فويس لحضرتك. نشوف. وينيو هيدي مرحبا بالزحلاوي. طلبوا مني اخوتي بكلوب مون زحلي كيبك من كندا انه احكي باسمهم وباسم النادي وشارك معكم بالمقابله الحلوه. الفنان الحبيب نقوله يلي بتربطنا فيه محبه كبيره ومعرفه من ايام الصبا. كنا سوا بالكشافه لفتره طويله، وعلى سيره الكشافه كنا بالمخيمات وسهرات النار ينطلب منا انه نغني وبصوت عالي. كنا نعطي الهم لما يكون الحج معنا قد ما كنا نحاول وما كنا نقدر نلحقه. وهيك تبعني بمسيرته الفنية يلي بلشت بزحلة من وراء المهرجانات، وبخص بالذكر دراج الوعد، فايق حج، ومن بعد أكيد فيس بتيدو الفن والمحطات كتيرة الكل بيعرفها. وبحب أقول إنه حضور الفنان الأولى المميز والصوت الحلو هني لأنه شرب من مية زحلة وتنشأ هواها منيح. وشو بدي أقول بعد، ذوقه صعب، كرمال هيك ما بنسمع له أغاني هابطة، بيعرف ينقي الكلمة واللحن. والحلو عند خينا نقولها، ما نسي ربنا يلي عطاها النعمة الحلوة، استعمل صوته حتى يمجده ويشكره. وهون بحب أقول شغلي، كتار غنوا زحلي ولكن هو غناها بقلبه بالأول وبصوته. حب مدينته كتير وبقي وفي إلها مثل ما هي وفية إله. وبزيد بقول إنه الحج حدا متواضع جدا ومحب جدا ومهضوم كتير، ما تغير أبدا بعده لهلا. وبرغم المسافات الجغرافية بيننا وبينه، وقت اللي بنلتقي أو بنحكي هو اللهفة والملقى الحلو والهضامة الزحلوية والابتسامة الدايمة على وجهه. والوينيو حاج قد ما نحكي عنك قليل. باسم كلوب مونزحلي كيبك بنتمنى لك النجاح الدايم، وأكيد الصحة والعافية إلك ولعائلتك الحلوة، على أمل نلتقي فيك بأقرب وقت. نحن فخورين فيك ومنحبك كتير.
ميشيل شهوان مونريال كندا. وبالنهاية بشكر شكر كبير الأستاذ جورج يلي أعطانا هالفرصة الحلوة. يعطيكم العافية. يا الله اول ما بلش الفويس عرفت مين. يا الله ايه عرفت. قال لي بده يخلي اسمه للاخر لحتى لا يحذرك عرفت. اياها. يا الله لك حلو الفكرة. أول شي ما بعرف إذا فكرتك وكيف صارت، بس حلوة الفكرة. أنا بالانتشار على ميشيل بكندا، كلوب كيبيك وبمونريال وبأوتاوا في زحلة منتشرة وين ما كان. ميرسي أبو الميش لذوقك ولمحبتك، واختصرني بطريقة جدا مفيدة وصحيح حقيقية، مش مفيدة إنه منيحة خبى شيء وبين شيء، لا مثل ما هني المهم مثل ما هني. مهرجان دراج الوعد، شو هو هالمهرجان؟ مش مهرجان دراج الوعد، مسرحية مسرحية. مسرحية دراج الوعد. تذكر كان في كتار وميشيل ومدامته وشرب الجحا وتوني حبيقة. دراج الوعد كانت تحكي عن الوعد. مين الوعد؟ كان وقتها كان بشير جميل الله يرحمه. اجا الوعد، وكان توني حبيقة هو ممثل شخصية بشير، شخصية الوعد. وأنا كان عندي دور كمان مهم، وكان في فرقة يوسف المعقر وفرقة ميشيل حريقة مع ميشيل حريقة، ما بعرف إذا مع بعضهم، بس المهم تعاوننا نحن وياهم. مسرحية بتاخد العقل، وهيدي وحدة من كذا مسرحية. عملنا ناس من ورق، اجتمعنا كذا فنان زحلاوي فيها. المفتاح، مسرحية المفتاح. يعني عم بختصر لك، فت من دراج الوعد وفوت وطلوع. ايه بقى. ايه كانت اعمال بتاخد العقل على مستوى زحلة، كانت بروفيشنال يعني. فرقة دبكة، ساوند سيستم مثل الخلق، كل التسجيلات، اغاني. استاذ جورج كفوري شعر، استاذ غسان زرزور، استاذ جوزيف عاصي، في كتير شغلة بفتخر فيها عن جد. اي سنة انعملت المسرحية؟ كان بعدي بزحلة، يعني انا نزلت على الجامعة بلشت ادرس 88 نزلت. 88. كان استوديو الفن، سوري مزبوط. كان استوديو الفن. كان صار لي انا سنتين او بالجامعة بالكسليك، يعني ترجع لورا اكتر. يعني عم تحكي اذا 82 توفى الشيخ بشير، يعني بهالانترفال هيدا يلي كان الشغل فيها من 82 لل 86 87 بهيدي الفترة. وشو غنيت، ولا بس كان مسرح بدون غنى بدون لا أغاني؟ كان غنى. ايه كان غنى، بس عم بتذكر شو غنيت. هن كانوا اغاني خاصين للمسرحية ولا صحيح خاصين للمسرحية؟ ومين كان يكتب لكم ويلحن لكم؟ ذكرت لك استاذ جورج كفور، استاذ كان زرزور، وجوزيف عاصي وكتار، يعني كتار. اذا بذكر حدا بنسى التاني، لانه عم تفوتني بحنين مش طبيعي، مش عادي ابدا. عم نرجع تقريبا 40 سنة 45 سنة لورا. ما زال ذكرت العمر من الاول، صار خلص لي انا احكي زي ما انا كل الدفاتر. ايه بقى، ايه ما عم بتذكر في بالوعد، ما عم بتذكر الاغاني. يعني هيدي شغله بغلطك عليها. كان لازم، لانه انت مبسوط انك تفاجئني فيها، بس كان لازم بالقليله تعرف قبل اتذكر واعمل سيرش لحتى جاوبك على الاغاني. اي سنة يعني نزلت على بيروت؟ بال 84 85؟ انا بلشت بزحلة من بعد ما خلصنا. انا عملت متلام. انتقلت اول شيء بين يسوع الملك، البربارة، الأنطونية، وتخرجت من الأنطونية از مدرسة يعني. رجعت انتقلت، كنت بدي اعمل تخصص علمي بالماتيماتيك او شيء. ما في شيء بزحلة علمي غير كان السيانس، كان البيولوجي. فتنا بيولوجي. مزبوط. عملت اول يعني انجح اول سنة، ما لقيت حالي. وكنت بلشت انا نجمي يبين، وكنت انا وصغير كنت فودات بزحل، يعني يقولوا نقول القصة بالاشتراك مع فلان. كنت ولد يعني، مش انه عمري كبير يعني. إيه بقى، كان صرت تحس انه لا، عم ضيع وقتي هون. مش الانسان 1 وانسان 12 وخبريات وموليكول وهي بتفوت بهاي وهي بتطلع بهاي. لقيت مش مزبوط. صرنا بالفرصة ان احنا قاعدين نقعد نغني. المهم عرفت انه في علوم موسيقية بالكسليك. بنزل ما بنزل يا ماما شو بدك ببيروت، يا بابا انتبه لبنات بيروت، اوعى يا بيي اوعى يا امي. قررت بدي انزل خلاص. بال87 نزلت على الكسليك، بلشت اعمل ميوزيكولوجي بال87، وتخرجت بال91 مع المتريز تبعي بالكسليك. صحيح.
بس شغلة صغيرة هاي مش مفاجأة بس خير. لا لا مش اريا هاي مش مفاجأة، هيدي كل العالم لازم تكون تعرفها. يا عيني. يا قطعة يا قطعة سما وإن كان ما في شي من حبنا باقي بتسكت الساقي يا طير وبتمشي. استاذن الاولى هون بسنه 88 يمكن اول فيديو كان اول اطلاله لإلك باستديو الفن. من قطعة سما. ايه لا. مش اول اول فيديو كانت رح حلفك بالغصن يا عصفور. اوكي. بلشت فيها وقتها والمعدين هونيك حطوني اخر الليل، يعني انا بدي اختم فيه الحلقه. ليش يا جماعه؟ قال لحتى نقلع البرنامج طياره لانه عرفانين شو بدهم. هذا اللي صار. بنروح لنصور الساعه 2 الظهر، من بيمرقوا بيوقفوا 4 الصبح فطلعت غنيت انا. لقديش بتكون مهتري يعني على الاخر. وغنيت رح حلفك بالغصن يا عصفور. ومن وقتها كنت عم غني بتذكر الله يرحم ماي منسى ويطول بعمر جورجيت جبارة. بكيوا بكي عم تبكي. إذا بتشوف برح حلفك وغير أغنية بتبين كيف عم بيتصرفوا. ومن وقتها من أول حلقة طلعت فينال. أنا صرت أمرق بالحلقات بس إنه موجود. طلعوا فينال لأجل خصوصية صوتي، خصوصية أدائي لوديع الصافي. ما قلدت وديع الصافي. صحيح. هيدي الامتياز اللي أخذته، إنه سمعتنا أرشيف وديع الصافي بس على طريقتك. هيدي اللي صارت. ليش اخترت الاستاذ وديع الصافي بوقتها؟ لأنه امتحان بجدي، منه مزحة، يعني إنه طالعين والله نفرجي جمالنا وخضار عيوننا ونتغنج شوي معنى الحكي، يعني مش لنسوي طبعنا يا في صوت يا ما في صوت. استاذن الاولى ب 88 كان عمرك 22 سنه، يمكن كانت اول اطلاله كبيره، يعني عم نحكي بكازينو لبنان كان يتصور استوديو الفن صحيح. بصاله السفراء، وحضرتك كان عندك حفلات بزحله، يعني مش على مستوى لبنان كله اذا بدك. صحيح. كيف كانت الرهبه؟ يعني واقفه قدام الكاميرا، تلفزيون LBC اللي كان بتأول طلعته الطلعه القويه كان طلع بوقتها، وخصوصا عم بتغني قدام لجنه كتير كبيره. صحيح. كيف كان؟ يا خيي شو بدي خبرك، يعني نزل وقتها ما كان معي سيارة، وتقريبا إذا بدك كنت أنا بلشت فتت على الجامعة، لأنه يعني قبل استوديو الفن كان في نادي النوادي. كنت أنا ساكن بكسروان عند الله يرحم ابن عمي خليل بجعيتها. بقى بدهم يعملوا هي كومبيتيشن بتصير بين الضياع. وصلوا للفينالات. نادي جعيتها في خامات ومشهور بالفانفار تبعه وفي خامات أكيد، بس بيفتقد لأصوات غنائية. قالوا لي بتكون معنا؟ قلت لهم يا عمي أنا من زحلة، أنا زحلاوي. قال ما أنت ساكن عنا خلاص أنت عنا، أنت جعيتاوي. قلت له أوكي. المهم إنه طلعت ببرنامج هذا، كان رعد الهاشم طول بعمره أو تحياتنا لهم. وبلشنا نغني. طلعت غنيت جينا نسأل خاطركم مع موال. وقتها ما توفق النادي لأجل كل البرنامج. تميزت أنا. من هون صار بالفوية طنط ليلى الله يرحمها بالفوية قالت لي نقولها. عملت لك سكرتير أنا، نقولها نزل نحكي على التليفون، نقولها شي مكرم حنوش، شي سيمون أسمر، شي كذا، كلهم صاروا بدهم ياني على برامجهم تبع الهواة. أنا وفاء مني إنه أنا طلعت على LBC هلأ LBCI بالنادي النوادي. وفاء مني إنه لبي المحطة اللي طلعت فيها. يعني وقت الله يرحم مكرم حنوش زعل، قال لي ولو يا حاج ولو ما أنا حكيتك بالأول. قلت له مش لازم تزعل، لازم تعرف إنه أنا زلمي عندي مبدأ. طلعت LBC بكفي LBC، وهذا اللي صار لأجل هالموضوع هيدا. وقلعنا بقصة
استوديو الفن اللي كان سببها نادي النوادي. نادي النوادي. وأستاذ وديع شو كان بيحكي معك؟ شو كنتوا تحكوا؟ أستاذ وديع اجتمعنا بكذا لقاء، زرته بالقلايعات، زرته بالحازمية، زيرنا عزحلي. قال لي مرة، قال لي بيشبهوا صوتك لإلي. قلت له مزبوط. قال لي لا غلط والله. كان في حفلة تكريمية لإله عملناها بالرحاب بزحلة. قال لي لا غلط، صوتك بيشبهك، صوتك بيشبهك انت، ما بيشبه حدا، اوعى. قلت له بس إلنا الشرف. قال بعرف وانا شو بدك وانت مثل ابني، بس صوتك له خصوصية جامعة كذا صوت منهم انا. هو عم يحكي، ذكر لي وقتها انا، نصري، محفوظ، مروان محفوظ، جوزيف عزار، شو بدي خبر هالصوات الكلها. قال لي كلهم مجموعين بصوتك، ما حدا يقول لك انه بتشبه صوتي. حلو. شغله حلوه كتير. أكيد أكيد. خلصت 88 باستوديو الفن، وبال91 خلصت جامعة. كيف بلشت تصدر أغاني وأعمالك الفنية؟ يعني تطور طبيعي، بتعرف نحن ولاد حرب، نحن لازلنا لهلا يعني. ما في مرة فتنا بموسم مثل الخلق، على طول قلبنا عقيدنا إذا رح نتوفق بأغنية أو مش أغنية أو بحفلة أو بسفرة على طول. بقى أنا تخرجت بال91 وعملت تخرج حلو كتير. كنا بزحلة وكان عندي عزيمة كبيرة بزحلة، ومرقت بكتير محطات يعني. حتى بفترات بداياتي قبل ما بلش انتج، مثلا وقتها الياس الهراوي الله يرحمه رئيس الجمهورية ببرنامج اسمه أيها اللبنانيون كمان على LBCI، كانت ماي كحالة هي كانت المسؤولة الإعلامية. صحيح، تحيتنا لها. قلت له بآخر البرنامج مش فخامة الرئيس، كان نايب وقتها بعتقد، كان رئيس أكيد هو. قال له بدي اسمع. قلت له شو بتحب تسمع بآخر الحلقة؟ قال بدي اسمع الحاجة الأولى ابن زحلة. حطوا لي هيدي الأغنية اللبنانية قطعت سما بصوتي. لأجل هالموضوع هيدا أنا تقريبا حتى قبل بزحلة طلعت أغنية لإلي خاصة، كل العالم بتنسبها لها. بطرابلس بشمال بتقول لهم، شو الأغنية؟ بوردا بيقولوا لهم، بزحلة بنقول لنا لخليل القادي، اسمها أريج الزهر. سجلتها بصوتي وقتها مع أندري عطا، ورجعت تحياتي لأندري، ورجعت سجلتها ببيروت مع كمال سيئلي. هيدي كانت أول أغنية بصت لإلي مناطقيا. أول شي مناطقيا بزحلة، وبعدين عملت ميليا غزال، وعملت أعيد النظر. وقتها أعيد النظر كلمات بطرس روحانة، ألحان وتوزيع شربي الروحانة، تحكي عن بلادي إذا ما عدت غدا إذا ما نهضت غدا وعدت تجوبين ذاك المدى، أعيدي النظر بشأن بنيك، بشأنك أنت، بشأن البشر. لكن من أي أيام بعدها بتتغنى هلا بعد ما زبطش البلد. المهم إنه هيدي بلشت فيها، ورجعت ميليا غزال، وبلشت تقريبا ب 92 93 كان أول ألبوم. كانوا بالنحوي أول كغنية مش بالدارج. إيه، أريج الزهر وأعيد النظر، ورجعت عملت توحدوا من أجل السلام. من أجل السلام كمان كلمات بطرس روحانة. لا، أعيد النظر كلمات إبراهيم سمعان، سوري، أعيد النظر كلمات الشاعر العظيم إبراهيم سمعان، والحان وتوزيع بشربي الروحانة. توحدوا كلمات بطرس روحانة كمان الشاعر العظيم، والحان كمان بالنحوي. بعدين رجعنا فلتناها للشعبي لأنه بدنا نعمل حياتنا لنشتغل ونغني فرفح وغني. فرفح وغني كانت محطة مهمة كتير إذا بدك. ايه، محطة مهمة كتير من ألحاني أنا، كلمات الصحافي شربي الصغيب. هيدي مثل كذبة صارت. هو شربي بقبرص بيشتغل صحافي بقبرص. كان وقت الفاكس، كان عندي فاكس بالبيت اتلقى فيه رسائل وغير رسائل. بدق تليفوني، شربي صغيب تعرف علي، بدي ابعت لك، بيعجبني صوتك، بدي ابعت لك اغاني. قلت له على راسي. وبلش يمشي يكر الفاكس تو، بعت لي شي 30 قطعه. ضوجني، تعرف وقت بصير مشرفين تقرر. فرفشون طلعت فرفح وغني. شلت على جنب. عجبني اشياء كتير تانية بس فوكست عليها. بليلتها كنت مجوز وقتها. بليلتها بالفرش هيك قبل ما ننام،
قلت له لميرنا اسمعي. مدامتك. قالت لي شو؟ ايه مرتي. قلت لها اسمعي. قلت لي شو؟ قلت لها فرفح وغني في حياتك دوم اصغي لي قلبك، وكفيت لها اياها. قلت له طلعت الغنية. تاني نهار رحت عند كمال سيئة اللي سجلتها عند توني فرح. كانت هيدي عملت ضربت منيح. أغنية كانت وقتها على المستوى المصري، كانت غنية حبيبي يا نور نور العين. عيني يا يعني عملتها المودرن هيك، وعملت عمايلها وصورناها كليب مع كاميل تانيوس، وعن جد كانت غنية مميزة جدا ولهلا بعدها مميز. ولا لا تزال. ورجعت جددتها أنا هلا، ايه. نزلت لها تسجيل جديد توزيع مع فادي جيجي. استاذ نقول حضرتك لهلا كمان كتير بتشارك بأعمال كنسية بتراتيل بالكنيس وبالمناسبات. شو العلاقة اللي بتربطك بالكنيسة من أنت وصغير؟ يعني حضرتك ابن زحلة كان في يعني بعدها موجودة أكيد المطرانية، وعندها مطرانية فيها متحف كبير، يعني صحيح. مطرانية الروم الكاثوليك. في علاقة يعني كيف بلشت علاقتك مع ربنا؟ هيك أنا ابن زحلة، أنا ابن كنيسة، أنا ابن كورس، أنا هيدا يعني بلش صوتي يبين هونيك. العالم وقت يسمعوني وقالوها وعلى طول بيقولوها إنه نقولها وقت نسمع وعم بيرتل بنصلي 10 مرات أكتر. حتى أغنياتي فيها بأداء وقار، يعني حتى إذا بدي غني لك دبكة ومجنى وعتابة بتحس في شي مطرح في صلاة بصوتي. هيدي باعتراف كتار يعني. وحتى من بعد ما أنا درست وطلعت باستوديو الفن، وكان زكي نصيف الله يرحمه بلجنة الحكم ووليد غلمية وكتار من قال لي زكي نصيف صوتك، هو كان يلدغ صوتك مثل نبعة طالعة من صخرة فيها رهبة. قال لي صوتك في هيبة. في هيبة. وهيدي خلتني كون متشكر لله اللي عطاني هالنعمة يلي بتميزني عن كتار. واسمح لي اقول لك بتميزني عن كلهم اللي بحبهم، كل واحد عنده مسيرته تحترم. بتميزني ان كان بالكلمة ان كان بالكلام. انا عم بحكي بيعرفوا هيدا نقولها. بتصير معي مش من امبارح واولت امبارح، وما كان كنا مثلا مرحبا شباب، واحد ورا بيبرم من بيقول لي صوتك. بيقول لي قلت نقول القصة وبرمت، يعني إيه. قلت أنا هيدا نقول مثل مزبوط يعني. وحتى بالمغنى بتسمع الصوت ما بتقول هيدا زايد والله نقولها ولا مش ولا إكس ولا إجراج، لا نقولها. هاي الأيدنتيتي عم بتشكر ربي عليها. ولهلا بعد في تراتيل بصوتي. ومش من زمان نزلت ترنيمة اليسوكيم تحياتي له وألحان راي الحاج، بتقول كلك ثقة وقدرة للعذراء بآخر شهر العذراء، مميزة جدا كمان. ومع النعمان الترس عملت بعرف صليبك وعكفك، وعندي كتير ترانيم، عندي حوالي 45 ترتيلي أنا بقى. ومصر ضل بهالمسيرة مع إنه تمن غالي على المستوى التجاري، لأنه يعني في كتير ناس استعملوها ضدي إنه عم بيرتل إنه بس ما عاش عم بيغني. فنانين ومتعهدين أكيد. بيستعملوها ضدي لحتى يسحبوا مهرجان من هون وحفلة من هون إنه نقول القصة عم بيرتل، بدل ما يعطوا القيمة ويحاولوا يقلدوني بهالوقار ويجربوا يرتلوا هن. لنكون كلنا عم نتشكر ربنا. عم بيستعملوها ضدي، هاي استطرادا أكيد. بقى لأجل هالموضوع هذه هي. كان في علاقة تربطك بالمطران أندري حداد كتير كبيرة. هو اللي كللني. هو اللي كللك. هو اللي كللني بالرغم من انه كان صار له 10 ايام عمل عملية القلب المفتوح. انت والله. ايه كنت العب انا وياه بينج بونج. كان هو عدها هو لأنه كان كتير يحب بطنه، مشان هيك يمكن كله وصل على القلب المفتوح. هودي كلهم بميل. والميل الثاني هو كان سبب دخولي للفن. هو كان السبب. ايه كيف؟ كنت انا بالكشافة بقى عم نغني، كنا ديو انا وقت اليان صبية اسمها اليان. كعك الطيب كعك الطازة بزعتر وبسماء تعوا يا عشاق عم كذا. كان المطران قاعد هاي حفلة الكشافة. عملت انا سكتش انا وياها، خلصت انا قاعد هيك عمل اللي تعالى قربت هيك تعرف أندريا مليان. قال لي صوتك حلو يا صبي. قلت له ميرسي سيدنا. قال لي بدك تكون معنا بفرقة دار الصداقة. مين دار الصداقة؟ كان في ناجي يوسف هو المرنم الأول كان بالمطرانية، كان في جورج معلوف، كان في إيلي الرياشي، أندري عطا، توني عاصي الله يرحمه، في كذا اسم. وأنا نزلت بلشنا نعمل حفلات مع فرقة دار الصداقة.
وننتقل ونعمل حفلات. هيدي البداية، أول تقليعة قبل ما أنا أفرض لحالي. المهم ما بعرف أوقات أنا إذا بدي أتشكره الله يرحمه ابن طران حداد، أو بدي أقول له الله يلعن الساعة دليتني على الفن مثلا. انتبه لأجل هالظروف اللي عم نعيشها هلا، ما عادش في قيم، صار الترند على حيالله شي فضيحة، ترند مش على الصوت الحلو، مش على الالتزام المهم، يعني صح. الترند صار بكل شي ما عدا اللي أنا التزمت فيهم. صحيح. بس مش بضل ندمان، انتبه بالعالم كله. ايه مش ندمان بالعكس، بس مم. بنحس بأوقات لا يعني أوقات في ناس مع احترامي لكل الفنانين اللي عم بيغنوا ما بيعرفوا يقارنوا صوتك انت، فرادة صوتك يعطوه القيمة، مم. بصيروا يقارنوك بأصوات لا فيها نكهة، لا فيها مزية، لا فيها أداء، لا فيها شيء. كيف؟ أنا هون بعتبر خلصت الدنيا، لأنه كل شيء أنا عم اشتغلته على قيمة صوتي وقديش خدمته وقديش كذا، صارت المقارنات عم بتجي بمطرح تاني. كتير بزعل. أستاذ، يمكن لأنه هلأ صرنا بوقت كله مواقع تواصل اجتماعي، مين ما كان إذا واحد كان يقعد يشرب فنجان قهوة ضل الحديث بين شخصين. هلأ مين ما كان بيعتبر حاله إنه هو وسيلة إعلامية وبيكتب اللي بده إياه وبيقول اللي بده إياه. هيدي على مستوى الإعلام إيه فلتت بطريقة معينة، لازم يكون في مثل غربال. بس عم اقول لك أنا يعني حتى بالتيك توك وغير تيك توك وكذا، شوف كيف وين صار الفن. يعني في اشياء بتاخد العقل، في أصوات ما في مثلها، يمكن أنطرت عنا كلنا، بس ما في لاجم يلجم. وأنا همي الأساسي كان وصلنا له إنه الغربال الأخير مين بده يكون؟ المستمع، صح. الجمهور، المشاهد. هيدا الهون صار فيه برضو كتير إلى حد ما انضرب الذوق العام. بضل في إليت يعرفوا يسمعوا، يعرفوا يقرروا، يعرفوا يميزوا، يعرفوا يعطوك حق خصوصيتك أنا وغيري. إيه قال له بس بعد فيه شوي. بس هيدا الأساس أنا كان عندي رهاني إنه يكون الغربال هو المستمع اللي بده ينصفني. بتقول إنه المستمع شوي شوي ما بيغربل وبينصف كل هيدا فنان أصيل. اللي عم اقول لك إياه أنا. إيه. الحمد لله يمكن تاخد شوية وقت بس. استمراريتي وحضوري أكيد. واستمرارية حضوري أكيد بجهد خاص مني تحت عنوان القضية، مش بس قصة كارير رايح غني ميكرو تحت الباط وزقفنا ومشينا الحال. أنا فني قضية، لأنه بفترات كتيرة بحياتي امتحنت بامتحان كتير قاسي، إنه بدك تكفي بدك تمشي مثل ما بدي. قلت له أنا ما بدي كفي مثل ما بدك، بدي كفي مثل ما بدي. كذا حدا. واحد أساسي وكذا حدا تانيين. أوكي. بقى الموضوع أنا الفن عندي قضية، كرمال هيك بزعل وقت ما يكونش في قيم. لو مش قضية ماشي الحال يلا. يعني أنا أوقات بينطلب مني نوعية أغنيات على المسرح ما بغنيها لأنه ما بتشرفني غنيها. بغني الموال، بغني الدبكة، بغني بكسر الأرض. لو بيحضرني مهرجان بيعرف شو عم بحكي. بس ما بحب فوت بكلمات بلا طعمة إنه بس لحتى نصير حديث الناس. شفت كيف؟ كرمال هيك أنا عندي هالعنات بالحفاظ على صورة الفنان يلي أنا مقتنع فيها. والأيام الجاي بتخبر، في ناس رح تشوف تعطي قيمة تعطي، ما بدها تعطي قيمة وتمعسك مثل اللي ماشي الحال، بتكون عم تمعس حسب قناعاتها هي. بس أنا براهن على الناس اللي بتفهم، اللي بعد في منهم كتار. أستاذ نقول كنت عم تقول إنه في شخص قال لك إنه يعني تتخيل عن بعض الأيام لتروح لمطرح تاني. يمكن لو تخليت عن بعض الأيام ما كان انقال هلأ مثلا بعض الأشخاص بيقولوا إنه نقولها عم بيرتل. يعني كان هذا الكلام ما كان بينقال يعني لو مشيت بهالموجة اللي كانت ماشية بوقتها. ليك ما في كلمة لو عندي بهالموضوع هنا، لأنه لا أنا ربيت هيك ولا بقبل أعمل هيك حتى بالكواليس. الأمور التنازلات اللي عم تحكيها يعني ما بتكون موجودة بقاموسي. يعني وقت يكون تجي تشوف الفنان عنده لنقول 100 وشوي غنية، في عنده 40 ترتيلة. غنيت الأم، غنيت البي، غنيت الوطن، غنيت الطفل، غنيت أصلا هيدي الشخصية ما تتوقع منها تفرقع كتير. يعني صح. توقع منها إنه تكون عم تمشي، تكون هي إذا بدك مرجع. كل تواضع بقول لك إياها لأي فنان، ما بده يكون فنان مرتب مهذب بيمثل الوطن، بيمثل العائلة اللبنانية. هلا قصة بس قصة نعمل ترند، وما أدراك شو الترند يعني. صحيح. وما أدراك
كرمال هيك أنا كتار ناس بيقولوا لي ليش فلان عمل أنت ما عملت، كمان بيأذوني وبيزعجوني. مع أنا منه فايشين وعم بيشوفوا القشور إنه والله إيه شفناه على التلفزيون كذا مرة، ليش ما شفناك؟ ما عم بيطلعوا بالجوهر. هيدي المشكلة، ضياع القيم اللي بتزعلني هالزمن. أستاذ الأولى كتير معروف صوتك يعني كتير لمع بالنشيد الوطني اللبناني، يعني لدرجة في كتير محلات بيكون في نشيد وطني بحطوا النشيد اللي بصوت حضرتك. نعم. قد إيه بيعطيك هذا الشعور هيك بالوطنية؟ شو بدك أحلى من هيك فخر؟ حتى في بكذا مهرجان، مر في مهرجان كان اسمه التجدد لأجل الوطن، طلعت بوجود رئيس الجمهورية والبطاركة كلهم، وكان في حضور مرعب يعني. إمتين من شي سنة ونص سنتين. يعني بعهد هلا الرئيس جوزيف عون. ايه نعم. نعم. مم. طلعت وغنيت النشيد الوطني وأصريت غنيه كله 3 مقاطع. كله. أيه. وبتحدى كتار من اللي بيغنوا بمحبة، أنا بحكي بمحبة، يكونوا حافظينه. ما بحكي، يكونوا حافظينه كله. مم. من أيام الزمان بالمدرسة أنا كنت افتتح التنين بترتيلي الصبح بالمدرسة، مؤخرا بالأنطونية آخر شيء، كل هالتلاميذ قاعدين بكل واحد صفوف صفوف صفوف، أطلع أنا غني ترتيلي التنين، والخميس النشيد الوطني. حلو. كل تنين كل خميس كل شيء أنا بالمدرسة غني النشيد الوطني. مفخرة أكيد مفخرة. وبعد هلأ ما بعرف إذا بدها إذن شرعي رسمي، بدي سجله شرعيا بصوتي. أو لك هذا الإذن بده يكون من الدولة ولا طبعاً. إذا من أصحاب الحقوق بس؟ ما إذا بعرف، بعد في ناس موجودين من الورثة. ما بعرف. هلا أنا بعرفه، بعتقد هو سامي كلارك الله يرحمه موجود بصوته دخلك النشيد الوطني أو لا. بظن بلا إيه. بصوته. وسمعته بكذا حدا كمان. حلو حلو بالنهاية. اللي مغنينه صح. عندي طريقتي، أنا عندي نبضي، مش النبض إيه. عندي نبضي وبيسعدني يكون. ما بعرف بكرة ببحث بالموضوع. نرجع شوي على المطران أندري حداد. نعم. في شي هيك أسرار بينك وبينه كنتوا تحكوا فيهم شي بمنطقة زحلة برات زحلة؟ شو بتخبرنا شوي هيك عن ما هالصداقة؟ اسمها أسرار. شو بك؟ اسمها أسرار. مع الوقت الأسرار بتنكشف يمكن شوي. في أسرار ما بتنكشف، لا بالعكس. أنا كان يعني لمجرد كنت مرقت لك إنه كللني كم وقتها، طلعت عم بعزمه، قال لي إن شاء الله خير، بدي أعمل عملية إن شاء الله أكون قادر، إن شاء الله أقوم منها بالسلامة. قلت له بايش الحال أنت؟ ماشي شو تقوم بالسلامة؟ أكيد رح تقوم بالسلامة. شو أنت ملك حالك يعني؟ أنت شو بك أندري؟ كان على مستوى احترامنا وتحياتنا للمطارني اللي مرقوا، مطران إبراهيم تحياتي له كمان هلا، ومطران عصام درويش اللي قبله. المهم إنه إجا العرس قرب، قبل بشي 15 يوم عرفت إنه عمل عملية القلب المفتوح. قلت أخ أكل الضرب. ما قاليش عين تلفين ما بتلفين، بحكي ما بحكي، هو تلفن. تلفن تقريبا قبل العرس بشي 12 يوم. حج. إيه سيدنا الحمد لله على السلامة، كيفك ماشي الحال، شو الأخبار، شو إن شاء الله مرتاح؟ قال لي مرتاح ومكتر، أنا عندك بالعرس. حضرتك كنت عم تعزموا على عرس ولا ليكللكن؟ لا ليكللنا. ليكللكن. ايه ليكللنا اكيد. كان وقتها هو، وكان في هيك جيش، شو بيقولوا، جيش من الكهنة من خلال الكاثوليك والموارنة كمان، لأنه أنا مرتي مارونية. أو على فكرة نكتة هيدي، وقتها عم نطلب منه نعزمون. أنا مثلك كمان كاثوليك ومرتي مارونية. عن جد؟ أنا أمي مارونية. منه هو على سبيل النكتة. قلت له، قال لي منين مرتك؟ قلت له من كسر وين؟ قال لي مارونية يعني؟ قلت له ايه؟ قال لي ما عادش في بنت زحلوية كاثوليكية بتهتني فيها لهلا أميرنا. ايه بقى هيك صار. كان رفيف حلو. واخر الاكليل انا قلت قطعة رتلتها، هيو ايها الرجال احبوا نساءكم، إيه مع لحن كانت بتاخد لعل. وأيتها النساء اخضعن لأزواجكن. نعم كمان قلتها. احبوا كما احب النسيل. وعا أستاذ الأولى نحن بنشكرك على وجودك معنا بالحلقة. اللي ليك إن شاء الله دايما بالنجاح الدائم وبالتراتيل وبالأغاني الوطنية كمان. يعني أنا بدي أتشكرك إنه عملت لي مقابلة غير تقليدية عن الأشياء اللي بتمرق، مع احترامنا ومحبتنا لكتار، بس إنك فكرت تعملها هالقد كون أنا مبسوط فيها. مش عم بحسب بحسابات مين بده يزعل مين بده ما بده يزعل، مع إنه أنا بقول كلمتي سكين يعني ما بتفرق معي. بتشكرك إلك. ميرسي.
ميرسي.